هلا مسيكم بخير. هلا جميعا. هلا انا اللي بمعيتكم. يلا قولوا بسم الله بمعيتكم. انا بمعيتكم. السلام عليكم. هلا اهو هلا مع سلامتك. يسلمك. هلا عندك فينا كلنا. الله يعزك. شو مالك؟ بقيت الله رحمه. السلام عليكم. كيف الحال؟ انا ارحمك. يا هلا 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 وقع الله بشيء. هلا حياك الله. هلا سلام عبد الله. هلا هلا سلام عبد الله. يا هلا هلا حياكم الله. هلا سلام عبد الله. الله يمسيكم بخير جميعا. هلا السلام عليكم. سلام عبد الله. هذا على الصف. هذا على الصف. حياكم الله. هذه كراسيكم. هان تفضل يا ابو لا ابو شايف. الشايف هذه محلكم. هذه محلكم. تفضل. هذه مكان. تفضل. انا بمرت مع عزيز. وين موت تفضل يا جازي. لا تفضل. تفضل. جاء تفضل. تفضل جاي ابو نايف. والله شوف هالوجوه شوف هالخير. خير بوجهك. والله. تفضل. يا اخوي دبوسه بس بعد. يلا اتكل. سمحتوا له دبوسه والله ابو سند حبيبنا كنا يا ابو. لا والله لا. وجوه وجوه. خليك. يا اخوان. تفضل. سريع يا اخوان اللي واقفين لا توقفوا. افتحوا المجال. لا توقفوا. اقعدوا الكل يشوف لهم قاعد. اقعدوا بالسدر يا شباب. في مجال. في كراسي رحابي. تفضل. في كراسي فاضيه. ارجو انه ما حد يوقف. تفضل. الكراسي فاضيه. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ما تشوف شر ان شاء الله. يا هلا. هذا التقوى يا عم. هذا دور فهد. يا الله. طبعا شيخ ابو نايف رد علي. شيخ ابو قيس. شيخ ابو زيد رد علي. شيخ امين. يا رب سلم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، نحيي هذه الوجوه الخيرة بتحية الإسلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلطية عامة وعشيرة أبو هزيم خاصة والمستقبلين خاصة الخاصة.
برئاسة الأخ العزيز والخال العزيز سعادة القاضي العشائري أبو أصيل الدعجة. نعم. توجهت هذه الجاهة الكريمة إلى مضاربكم العامرة على أثر الاعتداء والشتم والذم والتحقير وما حصل بين أبناؤنا من عشيرة العطاونة وأبناؤنا من عشيرة أبو هزيمة السلطية الجمع الأبيض، اللي كل الناس تعرف البلقة وفعلها وتشهد بالبلقة وطيبها، وكل البلاد توسمت بأمور لها واسمها، وكل القبائل من القبائل العريقة حزام البلقة الدعجة والسلط انقال بها البلقة وذكرت في أحاديث الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ويكفينا فخرا لما سئل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام عن نهر الكوثر، قال إن نهري بالجنة، وهو أصدق القائلين، كعدن وعمان البلقاء، أو كما قال الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ويكفينا فخرا إن الله عز وجل كما اصطفى لنا الحبيب المصطفى لهذه الأمة وهي خير الأمم وأرسل إليها خير الرسل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بارك في بلادنا وقال وهو أعز القائلين: سبحان من أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأعتقد أن الصلاة هي الأقرب إلى الأقصى، فهذا يكفينا فخرا وعزا كمسلمين مرابطين. نتمنى من الله عز وجل أن يخرج من أصلابنا من يحرر مقدساتنا. آمين. خاطبنا الله عز وجل وعلمنا الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إنه فنجان القهوة اللي مثل هذا يكون من الكرم والإكرام للضيف. وإحنا اليوم جيناكم نستذكر وإياكم بقول الله عز وجل في هذا الأمور عندما يكون في نصاب معتدي ومعتدى عليه، محقوق وراعي حق، نستذكر قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الصدقات والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. واللي مثل هذه الوجوه الخيرة النيرة لهم من الله الأجر والثواب، وإن شاء الله يكونوا من الذين يمرون على الصراط كالبر، لأنه على أيديهم تطلع حوائج الناس. احنا جينا للسلطية قبل 3 أيام وأخذنا منهم اعتراف، عطوة اعتراف على ما قالوا، على اللي يقولوه السلطية العطاونة معترفين. واحنا اليوم بين يديكم جايين باللي تؤمرون به. ترى ان جددتوا عطوة ترى ابسط حقوق، واذا انطيتونا صلح لا هو جديد على السلطية ولا هو كثير من الدعجة. عادتكم تنطوا الصلح، عادتكم لا تملكتوا في حقكم تقولوا وصلنا حقنا واحنا مسامحين الله يسهل امركم. اشربوا قهوة.
احنا بين يديك يا شيخ ابو اصيل، ولا يهون السامعين على اللي انت تفرضه علينا وتمليه علينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. جزاك الله خير وبارك الله فيك. بالله عليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا على النبي، اذكروا الله. حييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نرحب بهذه الجاهة الكريمة والوجوه الطيبة الخيرة اللي اجت اليوم في سبيل إصلاح ذات البين، وعلى رأسهم أخونا أبو فهد. نقول لهم أهلا وسهلا، أنتم أهل البيت ونحن جئنا عليكم. الله يكرمك. إخواني الكرام، بداية نشرح بعض الأمور عن هذه المشاجرة التي حصلت ما بين عشيرة العطاونة الكرام وعشيرة أبو هزيم الكرام. نعم، والنعم منكم ومن الجميع. جميل. إخواني الكرام، نحن اليوم ليس بنظام الغابة نهائيا، نحن دولة قانون ومؤسسات، ويرأس هذه الدولة جلالة الملك عبد الله. جلالة الملك عبد الله طال الله عمره ماذا قال؟ قال إذا وجدتم ابني اللي هو ولي عهد أخطأ فقيموا عليه الحد، مثله مثل أي أردني. لكن إن اليوم نترك القانون ونترك النظام وناخذ حقنا بذراعنا، معناته صارت نظام غابة، كل منا يشد على ذراعه وياخذ حقه بذراعه. امسك فرد، امسك مسدس، امسك باروده وطخ اللي ودك اياه واذبح اللي ودك اياه، وبالاخير نودي جاهات. شايف؟ يا اخوان، المشكله اللي صارت اول مره كان عليهم وجوه وتقطعت الوجوه. وين ابو محمد نبيل؟ ابو محمد نبيل اذا سمحت، تقطع وجهك مرتين ولا لا؟ عليها كنت انت جاوبني بعدين افتح لك مجال بالحديث. اسمع، انا الي مقاطعه بالحديث. الله يمسيكم بالخير جميعا. هلا انا كنا شغالين وكنا سواقين، وكل واحد مر لحظه انه واحد تشبك بحوادث الدين ما يدعو يسحب حاله بيطلع. انا صاحب الحدث اللي انتم فيه باسباب صارت مشكله، صار حاله عند المهاجرين فخلي انتم احسن. ما في اليوم اسلوب اخذني الوقت. كان اولاد البازيك في العالم جميعا كلهم وواحد فيهم في المحل في مستشفى عندهم الله يشفيها ويعافيها. فالصدفه السيئه انهم اشتبهوا بترويح هذول بهذول. صار اللي صار، فانا احد اسباب المشكله هاي. سيدي العزيز، انا ما تقطع وجهي. انا اللي عرفته انك انت اذا عرفت والله سمحت، اذا اللي عرفته انك انت اول مره بشهاده رجال ابو هزيم هريب، انك اول مره قلت العطاونه عندي كويس، قالوا لك لا يجوا على باب محلنا، وقلت بوجهي. وثاني مره اجوا على باب المحل اول مره، وثاني مره وبعديها اجى معهم الاخ ماجد العطاونه موجود. ابو اصيل هذول تفضل. اصحابي واحبابي ابو هزيم، هذول قرايبي وثلاثه لحم. انا واقف بالحدين، انا قاعد مطرح. الموضوع انه الكبار ما هم راضيين عن اللي صار. قاموا الكبار العطاونه ضربوا ابنهم قدام الهزايمه، ضربوا اولادهم حتى في البيت مسكوه، وانا صورت فيديو هم يضربوا فيه ووديته للهزايمه. كويس وسلمت. طيب ليش يرجعوا ما دام ضربوهم؟ ليش رجعوا عليهم مره ثانيه وثالثه؟ لا ليش؟ ضربوه ورجعوا عليك مره ثانيه؟ ظنوا تليفون وسبوا. ورجعوا عليك مره ثانيه؟ اول مره صبوا بشارع المطار ومره مره بشارع المطار ومره بباب. دقيقه والله سمحت يا رجل. اول مره وين؟ بشارع المطار. وثاني مره؟
باب المحل. رجعوا ثاني مره على باب المحل. بعد الناقره الاولى راحوا جابوا شبابهم وجوا هجموا على المحل. وزي ما تفضل اخوي فهد هسه، ولا مان عليهم، لا عمهم ماجد ولا عمهم خالد. ما حد مان عليه. ما حدا مان عليهم. وحط ابو محمد وجهه عليها. ابو محمد حط وجهه عليها. عم ابو محمد ما قصر، كفى ووفى من الاولى وبالثانيه. عمي الله يرضى عليك، احنا بدنا حد سؤال وجواب. اذا سمحت انا بدي كلمه ونتغطاها، ما بدي كلام كثير. حط وجهه عليها. حط وجهه عليها. يعني ابو محمد حط وجهه عليها ورجعوا ثاني مره وقطع وجهه عليها. الشباب الصغار. ولما اجى ماجد هو وعياله وقرايبه وكانوا بمحل محل، سووا مشكله ثاني مره ولا لا؟ سووا مشكله. طيب هم اعتبروا من الرجل الكبير ماجد الموجود؟ لا ما اعتبروا منه، وقاموا على المحل وصاروا يتذابحوا. مظبوط. دزوا الزلمه ووقعوا على الارض. دزوا ماجد كمان. نعم. وقعوا على الارض. طيب يا اخوان، هاي من الاوائل يا سيدي كلها مربوطه ببعضها. هذا السبب كلها مربوطه ببعضها. كان الولد الصغير بناء على كلام ابو هديم، انا زلمه مطرب انه يحرق لسانه، جابوا اذنهم يحرق لسانه، جابوا اذنهم يحرق لسانه. فاجى مع جيد ابو هديم واخوانه من المستشفى، شافوا هذول قاعدين، هذا طار عقله مين؟ ابو هديم هي قدامك الولد، انا لا بشر دكتور ولا بشر. فقال له يا عمي بصير منفعل، بصير نجيب الولد ابوك قال لي تحاول. الزام الكبار ضربوا اولاد والله يا سمحت يا اخوان، يا سمحت شوي، اسف بعطيك مجال. الله يرحمك. كمل. خربها بالاخر. كيف خربها يعني؟ حكى تلفون انا ما سمعت. طيب وبعديها لما جاب المجموعه عليه هي التصوير معي. الحدود انا شفتهم على الفيديو بحدود 10 الى 15 واحد اللي متجمعين وماسكين واحد من اولادكم وريان ماسكينه، شايف يضربوا فيه. حتى شفت القنوه انا وشفت العصايه او الماسوره الفيديوهات اللي هي شفت الفيديوهات كلها. الفيديوهات كلها شفتها انا يا اخوان. لما اجوا الاثنين الكبار تهاوشوا هجموا على بعض. بس انا لحقت ترى اللي صار مبين على الكاميرا. جزاك الله خير. تفضل اجلس. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يا اخوان، اول شيء بلا مؤاخذه امك الله يرحمها يرحم جميع موتى. بس نحكي له بسيط بس ارد على محمد. تفضل. انا لما قلت لهم ما يجيش يجي على الدار، مش يجي على باب محلنا. 3 مرات اجى على باب المحل. على باب محلكم؟ 3 مرات، مش مره ومرتين. 3 مرات اجى واحنا منبهين عليه باب محلنا ما يوصل. يجي على الدار مش يجي على المحل. طيب نبهك قلت له محمد ليس محله؟ شو قال ابو محمد؟ والعطاوي الاثنين قاعدين ونبهت عليهم انه ابو محمد شو قال؟ شو قال لك؟ انا حطوا عليها انه ما نخليه يدخل باب المحل. مين اللي حط عليها؟ قال لي ابشر. اثنين، ابو محمد والعطاوي. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. جزاك الله خير. صار اعتداء على داخل المحل. كسرت البضاعه على باب المحل. كسرت البضاعه على باب المحل. مضبوط؟ نعم. وصار اعتداء على عون وريان. وصار اعتداء مش عادي شيخ، اعتداء عصابات، اعتداء همجي. يعني 5 6 هجموا مع بعض. شفت الفيديو. مش واحد. انا شفت الفيديو كذا صراحه. شايف صار ذم وشتم وتحقير 3 مرات. لا من نفس الشخص. اللي هو يزن العطاوني، يزن جمال العطاوني. وتنبه عليه اول مره، وتنبه عليه ثاني مره، وتنبه عليه ثالث مره. اخر مره لما ما قدر يلاقينا ويسب، لقيت رجال لرجال، رن تلفون ماسنجر وسب، وكان شاهد عليها. انا واقف وعون بحكي تلفون، حط عون على السبيكر وانا قاعد بحكي مع اخوي صهيب الحمزات ابن الاستاذ سلطان، وسمعته بدانه وهو بسب الولد على التلفون. نعم. وسمعت ابوي بدانه والولد بسب على التلفون. نعم. احنا لا سبينا ولا غلطنا، تعلمنا وتربينا. نعم. المسبه هاي عليها قطع رقاب. نعم. تعلمنا وتربينا من افضالكم. المسبه هاي عليها قطع رقاب. نعم. لا عمرنا سبينا على بني ادم، ولا عمرنا كنا عن قصه هذا مطعم وهذا مطعم. نعم. هاي سلاف مش موجوده عندنا ولا عند العشائر الاردنيه. صحيح. ما عمرها صارت. صحيح. والباقي عندك. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الله يجزيك. هو الانسان امراض بلا مؤاخذه كلمه والله يا اخوان اقوى من طبق. والله يطخني ولا تحكي لي كلمه عاطله لا سمح الله. والله يا شيخ. وكلمه والله سمحت. لو وقع اخواني كلهم ميتين ما فرقت معنا. بس يسب على مره في قبرها، مره حاج بيت الله ومعمره 3 مرات ومخمره، عمره ما حدا قال عنها كلمه. سيدي العزيز يسب عليها 3 مرات
ما بعد سيدي انا سمعت اللي حكيت لي اياه مسبات، والله ما تنحكى حتى عند اليهود. لا والله ما عند بتنحكى. اليهود ما لا والله ما تنحكى. لما بتنحكى. واحد يقول لا والله لا سمح الله لا افعل واترك بامك، وهي بدار الحق يا اخوان. وما رد عليه. هذا يرضاها؟ اسالكم بالله ترضوها؟ هذا ترضوها؟ انه واحد يقول لك دياره مسلمه موحد الله عز وجل بقبرها والله لا سمح الله لا افعل واترك بيك. شو وين وصلنا احنا؟ وين صرنا احنا؟ يا اخوان اقسم بالله العظيم اذا كلنا نشد ايدينا شايف والدوله شاده ايديها، الدوله ربنا الله والله على قبضه من حديد ماسكه. ليش؟ لانه احنا الايام هذه بعض من شبابنا ما يوجد رادع لهم بالمره الا الدوله. والله غير الدوله تصلحوا 100 مره يرد يرجع زي ما كان. الكلمه اللي يحكيها مثل هيك والله العظيم لو وزنت بماء البحر للوثته. وكلمه من الانسان تطلع لا سمح الله يكفر، وكلمه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله تدخل الجنه. وهي كلمه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق احدكم بالكلمه لا ياخذ لها بالا ولا اعتبار تهوي به من سخط الله 70 خريف في النار، يعني 70 سنه. الجماعه يقول لك حتى لا سمح الله لو تذبحوا كل اخواننا يا اخوي والله ما تفرق عنا مثل الطعن بالعرض. شايف؟ وهذا الطعن بالعرض من اقوى الامور عند الله عز وجل. هذول المحسنات الغافلات، ما بالك اذا كانت المحسنه الغافله متوفيه عند الله عز وجل انت تغلط عليها وانت قد اولاد اولادها وتطعن فيها. اخواني الكرام، انا في البدايه وبالنهايه برحب بالجاه المحترمه الجاه الكريمه وعلى راسها اخونا شيخ فهد وكلكم اخواننا واهلنا. لكن اسالكم بالله ومحمد رسول الله فوقيكم رب وتحتيكم احد، انكم ترضوا باللي صار والله ما حد يرضى به، ولا واحد عنده دين وضمير وايمان انه يرضى بالحكي هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وما بعثناك الا لتتمم مكارم الاخلاق. ولما يكون ما في خلق عند الانسان معناته لا ترجى منه شيء، لا دين ولا خلق ولا حدا رادع له. دليل حديثي انك اول مره سويت مشكله معهم، ثاني مره جبتوا 15 واحد باب المحل. شو يا زلمه نظام عصابات هذا؟ هذا نظام تشكيل عصابه بالدوله، واحنا عارفين الحكي هذا كلنا. فوق الثلاثه بالدوله تعتبر تشكيل عصابه. كيف نمشي بالحكي هذا احنا؟ وين صرنا احنا؟ باي دوله صرنا؟ احنا دوله قانون، دوله مؤسسات، وقلنا بالبدايه وبالنهايه ويرأسها جلاله الملك عبد الله. لكن اللي عنده ولد ومو قادر عليه لا والله الدوله تقدر عليه. والله قبل فتره انه رجل حكى معي انا وانه يقول شيخ ابو اصيل في ابني مسوي 1 2 3 وانا مش قادر عليه. المحافظ العاصمه ياسر بيت الاخوان جمدوا ياسر بيت الاخوان وقفوا. شايف؟ عندنا الحاكم الاداري احمد الزبون والله ما يقصر احمد بيت ولا ياسر بيت. لكن احنا مشكلتنا بينا احنا، مشكلتنا فينا احنا نشوف ابننا لا سمح الله عاطل ولا يصلي ولا يصوم ولا يعرف الله شايف ونطاطي عليه نقول لا ابني كويس ابني كويس. لا يا اخي ابنك مو كويس. لما بيجي لك جريمه قتل وبعدين تقول ابني. اخواني الكرام سيدي العزيز، احنا قلنا وتحدثنا انا واخويا الطهد امس وقلنا هذه تطلع عليها بالحكم العشائري، واذا ودكم انا فندلكم اياها بالوحده. شايف؟ من فوتتهم على المحل ومن ضربتهم الشباب 2 ومن لقاتهم بالسياره شايف على شارع المطار الخلفي، صح ولا لا؟ نعم. سكروا عليهم شايف وتناوشوهم. ومن القدح والذم والشتم شايف والطعن بالعرض. هذه حقها من عندي ومن عند جويد الله اللي قبل. شايف؟ هاي يطلع حقها عليها قطع لسان. اول شيء قطع لسان هذا للي سب واللي فات المحل واعتدى عليها قطع اليد. وقطع اليد هذا على كل من فات. لكن الايام هاي ما في لا قطع لسان ولا قطع يد، اقول فيها منتهى الصراحه. لكن تثمن الامر هذا. بعد ما تثمن الامر هذا حكيت انا واخوي فهد امس يطلع عليها 50,000 دينار. وقلت لاخوي فهد
قلت له يجينا الاخ ماجد العطاوي، كونه اقرب الاقربين للي يسوي المشكله. يعني قال لي ابشر اعتبره عندك، لانه اخونا ابو محمد نبيل هو مشتكى عليه، هو وابنه بالمقفر مشتكى عليه، شايف؟ وما دام انه مشتكى عليه لا تقبل كفالته، لانه هو بالقضيه نفسها. كيف بدي احط واحد بالقضيه واخليه يكفل؟ ما يصير. لازم واحد من قرايبهم اللي يكفل الحكي هذا، واللي بده يكفل يكون رجل ما مهدوم ومعروف بين ربعه وعشيرته. لما يقول كلمه ما يثنيها، لما يقول انا كفيل وذيك سبي هو قد الكفاله. شايف؟ هذا اللي قلناه واتفقنا عليه انا واخوي الطاهر. وللحديث بقيه باذن الله تعالى بعد ما نسمع رد اخونا الطاهر. جزاكم الله خير وبارك الله بالجميع. الله يجزيك خير. واياكم. 50,000 والله قلال. نمس طرف كرامة طرف واحد من السلطة والله انها قلال. المسلم والسلطي له كرامة كبيرة عنا، وال50 قلال عليه. بس إذا تفضلت علي قبل نحكي فيهن بدي أحاول أوضح أمر التكرار اللي حصل المشاجرة الأولى نحط وجه أخونا أبو سليم عليها. صار الاتفاق بناء على طلب الحج أبو هزيم إنهم يجيبوا الولد ويحموا السكين ويلتعوا لسانه. وافقوا الطرف الثاني إكراما لها هذا الشيب الطيب. صار الفرق ما بين بيت ومحل. الرجال الكبار نسقوا مع أخونا أبو محمد وجابوا الولد على المحل عشان أخونا أبو هزيم يلسع لسان الولد ويحرقه. صار ظرف عند الهزايمة، طلعوا بلغوا أخونا أبو محمد إنه اليوم ما في صلح، عندنا ظرفنا. أخونا أبو محمد ما بلغ الطرف الثاني. إذا أنا مخطي صححني يا أخوي. سحب حاله الرجل وجاب عياله وجاب ولده والزلمه الكبار الاثنين، جاب ولد اخوه اليتيم اللي هو صعب المشكله على اخواننا الهزايم عشان يلسعوا لسانه. ما لقيوا الحجاج الكبار والزلمه الكبار اللي مثلكم شرواكوا، لقوا واحد من الشباب او اثنين الله اعلم بهم، ضربوا الولد وطرحوه بالارض، وقعوا الزلمه الكبار وانطرحوا. واحد من عيالها على رن على عيال العطاوله قال عمامكم بالبلاد مطروحين. هذا اللي وصلنا، انا ماني حاضر ولا ناظر. اخونا ابو محمد اللي حاضر. مزبوط كلامي ولا لا يا اخوي؟ بالله انك تعلي صوتك وتسمع الخيرين. هذه المره الثانيه الذي يقال عنها. المره الثالثه العطاونا روحوا على دارهم، جابوا ولدهم. انت توقعنا مع الهزايم صارنا 100 سنه جيران كذا وكذا، مسكوا الولد ذبحوه. من الضرب اخونا ابو محمد بيصور، بيقولوا له صور وودي للهزايمه، احنا ما بنرضي كرامتهم من كرامتنا. وامهم الله يرحمها، ترى ان الله يرحمها. انا يا عمر حنيطي والله انها امي الله يرحمها. والله امه ميته وامي ميته، والثنتين في حفظ الله وفي ذمه الله عز وجل. لكن احنا تعلمنا من الزينين اللي شرواكوا وشروا هالطيبه انه الانسان انفاس معدوده، واذا توفاه الله صار جسد معدوده، اجساد معدوده. هو الان روح بين يدين مالكها، هو ايش يقذف وايش يشتم وهي بين يدين الله؟ لا يا جماعه. والمره الثالثه لما الولد انضرب من اهله الضرب المبرح مع مسبه ابوه اللي في ذمه الله، والله انه عن جهيه جابته فشغله، مسك التلفون واللهم السلطيه ما هم باش تدخل، لا والله ما هو مبرر، لكن للتوضيح رن على واحد من شباب السلطيه وسب على امه كمان الله يرحمه. والله هذيك اليوم انا بمعية الخير انه قال اللي جاك ابن الشوان، قال اللي جاء امك ديروا على امي الله يرحمنا الثنتين، لانهم في حفظ الله وفي ذمه الله يرجع.
في من هو أقدر مني ومنك يدافع عنه، اللي هن عنده وفي عبضه وفي ذمته. ومع ذلك احنا قلنا لك احنا جايينكم على اللي انتم تقولوه، احنا جايينك على الصح وعلى الخطا. هي الخيل وهي خيل، يوم ما هجت وخافت وجفلت دورت السلطه العام اول العام، لو كنا شفناها فوق. واحنا اليوم جافلين وبين يديك ال 50 قلال، ال 50 قلال على كرامه اصغر واحد سنتي. لا والله حارات قارات وجاهزين شوفيه لله عز وجل. قبل شوفين لله عم بصيل بعد اذنك من الموجودين، بس احكي كلمه اذا سمحت. بس انا للتوضيح مشان انا اخونا ابو فهد انا شارح له الموضوع، قايل له لما اجوا باب المحل احنا عندنا ديور ما شاء الله كبيره وبتسع من الحبايب 1000، عندنا ديور وعندنا دور وعندنا بيوت الحمد لله رب العالمين. احنا كان الاتفاق الحكي في الدار مش بالمحل، المحل هذا البيع والمشترى. صحيح. الحكي في الدار. عمهم ماجد العطاونه وعمهم خالد العطاونه هدروا دم الشاب اذا بيجي باب المحل، وهذا الحكي انا حكي لعمي ابو فهد وشارح له اياه كامل. ولما اجى باب المحل بكل ادب واحترام زي ما تعلمت من الكبار بتعلم من شرواكم، حكيت بالحرف يا عمي ماجد يا حج ماجد، احنا مش شايفنا زلام، احنا قلنا لك الشاب لا يجي باب المحل. صحيح. انا اخواني نسب عليهم وانشتموا مره ومرتين وقلنا لك الشاب ما يجي باب المحل. ليه جايبوا باب المحل؟ الولد ما احترم عمه ولا احترم زلام اللي قاعد معه، ضرب البوكس اللي موجود على الارض برجله وقام وقف وسب مره ثانيه واخواني هجموا عليه يضربوه. ما هو اللي برجال بنقال يا عم، وانا وقفت اكلت الضربه اياها عن ابنهم يزن العطاون، اكلت الضربه عنه من اخوي عون اللي تجمعوا عليه وضربوه وسبوا عليه، اكلت الضربه عنه اياها. وهذا الحكي باعتراف يزن نفسه، يزن العطاون صاحب المشكله، اكلت الضربه عنه مشان ما ينضرب. خلال 3 دقائق 4 دقائق كانوا قرايبه متجهزين وهجموا، ومش 15 20، والفيديوهات جايبه كل الحكي هذا شفتها كلها. الله يعطيك العافيه. لكن انت بالبدايه قلت لهم لا يجيبوا معاهم الشباب. ابوي نبه عليهم والحج ماجد كفيل انه يزن العطاوني واخوانه ما يجوا باب المحل، وقال ماجد العطاوني اذا بيجي باب المحل انا هادر دمه، واخوه خالد العطاوني قال اذا بيجي باب المحل انا هادر دمه. جابوه معهم، هم اللي حكوا جابوه، هم اللي حكوا، هم اللي كفلوا جابوه 3 مرات. وبنفس اليوم هذا اللي هم هادرين دمه 3 مرات اجى باب محل، مش مره فات من جوا نص محلي، والمره الثانيه وقف باب المحل، والمره الثالثه اجى قاعد معهم. يعني استفزاز. ولما صار قام يحكي قلت له عم ماجد، قلت له يا عم ماجد، هيو قام هيو بيحكي، قلت له لو سمحت يا يزن بكل ادب واحترام زي ما تعلمنا وزي ما تربينا من الكبار ومن شرواكم، بكل ادب واحترام قلت له يا يزن لا تحكي لو سمحت، عمك قاعد هو اللي بيحكي. قام خبط البوكس برجله، لا احترمني ولا احترم الناس اللي قاعده. وسلامتكم. الله يسلمك، جزاك الله خير وبارك الله فيك. والله ما ودنا نزيد النقاش واقول لك يا ابو محمد هو اللي يفصل بيني وبينك. احنا كلامنا والله خير الكلام ما قل وقل. قلنا لك احنا جايينكم على الصح وعلى الخطا، جايينكم على اللي تقولوه بذمتكم وبضميركم، وتلك الايام نداولها بين الناس. انا خابرك جيت مرتين على مضافه الحنيطيين انا عليها، والمرتين بدم، وان شاء الله انك طلعت راضي. واحنا اليوم عنده، انا امبارح كان في ترتيب بيني وبين السلطيه وما قالوا الكلام هذا، والله قالوا بتلفون وقالوا بشويه بضاعه لا يتجاوز 500 دينار. قلنا يا عمي قل له قل، احنا جايين. ومع ذلك صارت عند الدعيجي ونعم بيبه الاسم الكبير ابن قبيله ووجهنا على بعض. 50,000 وش فيه لله تعالى. يا عزيم. يا عم صلي عليه الصلاه والسلام. عزيم قبل 50 وقبل 100 يا ابو يا عم الجماعه اول مره كفلوا ما يجوا على المحل، وثاني مره كفلوا ما يجوا على المحل، وثالث مره قبل المصاري كفلوا ما يجوا على المحل،
اذا ابوهم موجود، قلت لك خليه يجي معك يحضر معك. ابوهم متوفي يعني. لا قلت واللي ماجد موجود الحج ماجد، وأنت خليه عفوا يجي معك. بهالكلمه، اذكر الله صلي على الحبيب. الله اذكر الله صلي على الحبيب. الله. الحج ماجد بيقول اخواننا الهزايمه انه تقطع وجهه، مزبوط ولا لا؟ نعم. وانا بكره تحطني بين الحيطيين. كيف قطع وجهه؟ وضح لي اياها. الهزايمه، وضح لي اياها. الهزايمه اللي قال الحج ما قطع وجهه، ما له وجه عندنا. انا اللي انا باكر وانت على راسي من فوق. انا باكر تديرنا الحنيطيين يقولوا ترى الرجل هذا وجهه مقطع، شلون ترافقوا ليه؟ قال لي زلم بابو عنده. لكن انا والله عندي عزا وانت تعلم انه في لي عمته. الله يرحمه. الله يرحمه. بس انا قايل لك انه ماجد خليه يجي معك يحضر معك. انا اللي جايه، انت انا على راسي وعيني، جايه. لكن انا لما يجي الرجل هذا كلهم على راسي وعيني. وبالبدايه رحبت يا اخوي ابو الله يكرمك. الله يرضى عليك. بالبدايه رحبت بالجهه كلها، بدايه حديثي بيكم كلكم رحبتها، لكن صار حديث بيني وبينك على التليفون انه يحضر. شايف؟ هسه الرجل هذا قبل المال وقبل التنزيل وقبل الرفع، الجماعه هذول ما دام كرروها قدام عمه وما استحوا منه وقاموا هجموا على الهزايمه قدام عمه، من يكفلهم؟ الله يمسيك بالخير. من يكفلهم؟ الله يمسيك الله بالخير. يمسيك بالخير. انا اللي اكفلهم من جيتهم عليكم، جيتهم على على الهزايمه. لكن انت ذكر الله، احنا نظلنا نقول كرروها. الشاهد اللي موجود قرب جاي ابو محمد يقول لك ما تكررت. احنا بدنا نحطها. الرجل صارت المشاجره، رتبوا الكبار مع بعض عن طريق ابو محمد انه يجيبوا الولد، يجيبوا الولد ويحرقوا لسانه. لما جابوه صار الخلاف بين المحل والدار. لا اعلم شو سببه، لا اعلم شو سببه. الله يلحظه. هي اللي رتب، اذا سمحت هي اللي رتب. خليه يخلص حديث. لما اجى عند المحل جايبين الزلمه الكبار الاثنين الختيريه جايبين ولدهم لحاله عشان ينحرق لسانه. مهدرين دمه. والله اذا سمحت اذا سمحت اذا سمحت خلاص ذكرت الله صليت على حبيب المصطفى. صارت المشاجره وقامت على بعض الرجال. انا ما مش مصرح لي اقول لك مين بلش بالتعدي. معازيمنا عارفين، معازيمنا عارفين مين اللي بلش بالتعدي والضرب. لما انطرح الولد مع الزلمه الكبار الاثنين، اجى ابن حلال ورن تلفون قال ابهاتكم وعمامكم مبطوحين بالشارع بعيد عن السمعيه تلقاه بوجوهكم. صو يا رجال، فزعت باقي الشباب. التعدي الثالث صار على التلفون على الماسنجر. ما اجوا وسلامته. خلص حديثك؟ اي والله خلص. تفضل. صلوا على النبي. لما شباب اثنين يطلعوا بسياره على شارع المطار الخلفي، يلحقهم سياره وتسكر عليهم وباص من وراهم يسكر عليهم، شو معنى الحكي هذا؟ جاوبوني شو معنى؟ الله يسامحك، شو معنى الحكي هذا؟ ليه بتحكي بتحكي؟ ساعة الشيطانية. لا ليش؟ معناته مقصوده. انا لما اروح الحق اخوي بفهد واجيب معي ناس واسكر عليه باي مكان، انا قاصد اني انا متعدي عليه. هذه والله خليني اكمل بعدين. اذا سمحت اكمل. لا ما بسمع دقيقه. اذا سمحت. شايف؟ الثانيه هذه الاولى وحكوا مع الرجل هذا، وجا الرجل هذا فزع عليهم على شارع المطار، وجا ابو محمد على شارع المطار. الثانيه اللي يجوا على باب المحل وصار الاعتداء. شايف؟ الفيديو مصور وانا شفته كلياته. شايف؟ هم غلطانين نعم. انا اقول لك غلطانين من راسه لساسه غلطانين. شايف؟ لكن يا اخوي ابو محمد، انت قبل شويه قلت كلمه، قلت انا جيت باخرها وليس باولها. مضبوط ولا لا؟ اللي كان باولها هي هذا كان باولها. انا بحكي عن الاحداث اللي كان فيها. انا بحكي على شارع المطار. شارع المطار اولاد عمي بتكافلوا على موضوع تجاره، برن ابني على الشخص العطاونه بسب عليه على شخص، على ابن عمتي، ابن عمتي، على الشخص الدم حامي. لفوا على ابني مش على ابن ابوه، لفوا على ابني يضربوه. ابن ابو هزيم كان فزيع، ابن ابو هزيم فزيع، انغلط عليه انت ما لك داخل يا ابن الهلال. من هنا صارت الاحداث. ما كان في شارع المطار مقصود هزيم ولا اهله، كان عون مع الولد. الولد ابني سب على الولد بدايه الاحداث على موضوع جاج وما جاج وصواريخ، والولد لاقى ابني حلق لابني يضربه. عون ما هان عليه قصي فزع، فانسب على عون
اي هزيمه مش مضبوط يا عم. مضبوط. نسب على عون. وتموا بعديها ضربوا عون بشارع المطار. هيو ضربوه على راسه بشارع المطار نفسه ولاد العطاوله. على نفس المشكله على نفس المشكله على نفس المشكله. ضغط عليه وضربوا على راسه ما احترم حدا. حملته خلينا نحكي الصحيح. انا بحكي بين الجهتين. تفضل. فانا هزيم اجى من فعل مين سب على امي مين سب على امي هايد. قلت له هزيم حقك بصرك عندي. مسكت الاولاد رجعتهم عن بعض. اللي انضرب انضرب واللي انسب انسب. ابني مضروب كان. روحت الاولاد وقلت له هزيم حقك بيجيك. رحت على خالد وماجد العطاونه قالوا والله يا عمي نسب عليه ما له دعوه. اولاد عمتي الكبار الزلام الكبار عملوا حالهم واجوا معي على هزيم قالوا حقك بيجيك. بكره وقعدنا مع ابو هزيم. ابو هزيم الحج الكبير قال هذا الولد المفروض انه ينحرق بلسانه. الولد ينحرق بلسانه. قالوا له ابشر اللي بدك اياه احنا جاهزين فيه. بكره مساء الساعه 8 او بعد صلاه المغرب. غدروا دمه وانت هدرت دمه معه. ما يصل باب المحل. الحدث هذا اجى الولد مرتين ثلاث على تجاره. الولد جاهل عمره 20 سنه يعني لا تفكر. وعداك الشغلات الثانيه اللي الكل بيعرفها اللي بيشربوها الاولاد. وهو مش داري عن حاله. انا ما بدي احط اعذار للولد. بس الولد جاي على نفس المحل مرتين اجى بالنهار. انا طردت. الله يهديه. الولد انا طردته. وقلت قال لي هزيم في عندنا سحب دم. لمينا جماعتنا وجماعه هزيم وطلعوا يسحبوا دم حوالي 10. وين يسحبوا؟ يسحبوا مستشفى برا الدم. تبرع دم مش كشف عن لا تبرع دم. لا. فسحبوا حالهم وطلعوا. هذا الحكي قبل المغرب ساعه سنه. قلت انا مش رايحين قبل العشرة يصلوا. فقال لي وصي الجماعه ما يجوا اعتذروا. حتى قال لي ابو هزيم الله يمسيه بالخير الزلمه الكبير قال لي والله اني انا مروح من المستشفى اقول لك يا ابو محمد قول للجماعه لا تيجوا خلاص حقي وصلني. الزلمه الكبير منيع من جميع. وسلامتك يا حج. لما اجوا الجماعه كانوا يستنوا في اجي انا ويستنوا في جماعتي. نطلع على جماعه باب محلي باب خالهم باب ابن خالهم من الباب هذا. ما اجوا على باب هزيم مشايده. الجماعه الكبار فهمانين وبيعرفوا. الجماعه الكبار ماجد العطاوله خالد العطاوله الجماعه كبار وعقال. اجوا على اساس جايبين الولد. كان الولد احترمهم ما احترمهم موضوع ثاني. صار في خطا بالتوقيت. بس هذا خطا بالتوقيت. اجوا ما كان معهم الولد. اجوا ظلوا بيستنوا فيك. انت ما بلغته. بعدين رنوا على الولد على موعد جاي نبيل انه تعالوا وظلوا طالعين. لا بس مش هيك يا عم. الولد منذر من العصر. انا رنيت تلفون قلت الشاب ما بصير يجي باب المحل وحنيت وزعلت. ريان صغير صار يخبط على راسه. ليش الشاب يجي باب المحل؟ الولد ما احترم حدا 3 مرات كانه بجد. دقيقه الله يرضى يا عرب الله يمسيكم بالخير. اخونا سعاده القاضي فصل حقها واحنا الحين جايين نسمع رد الرجل. فرجاء الان ما ظل كلام. الرجل بعد ما يفصل حقك اسمع يا خال اليوم الجاهه جيتك تفرض حقك بلسانك على فراشك. الرجل اقضى بحقك. الان النقاش ما بيفيد. هذا الكلام بيزيد ما بينقص. فرجاء الله يمسيك بالخير يا ابو هزيم. ابو هزيم الرجل اعترف حقك واحنا جايين لك نقول لك انت الرجل لو الرجل الله يا ابو هزيم الرجل جاني واعترف بالحق. اذا سمحت لا والله اذا سمحت الرجل جاء واعترف بالحق اللي اياه. والرجل ايوه قعد جمل ويقوم جمل. وين فصل ما يقعد جمل ويقوم ناقع. رجل ما شاء الله عليه قد كلمته قد حاله هو وجوه كل اللي معه. يلا حيك. والرجل طلبنا منه طلب قال وش في يا رجال؟ قال قليل الله ومحمد رسول الله. شايف هذا طلب الرجل وهذا حقه. وطول عمره الجاهل شحاته. طول عمره الجاهل لو عدم كل شحاته طول عمره لله عز وجل. ما تشهد لنفسها لا والله تشهد لله. ايوه عشان توفق الامور كلها ببعض. ايوه تشهد طيب وكرم. اشهد بالله. فيا اخوان الرجل طلب ابو عزيز الله يجزيك الخير. تفضل اجلس. اهلا وسهلا. شايف سيدي العزيز احنا ان شاء الله ان نكون دائما
مفاتيح الخير مغاليق الشر، وكلنا نمشي من مفاتيح الخير مغاليق الشر طول عمرنا، طول عمرنا. الحمد لله رب العالمين. والله ما عمرنا مشينا لا سمح الله في سبيل ان نظلم انسان على وجه الارض، لا والله، والله كله لله عز وجل. ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل من الجميع هذا الصلح ومسعاهم في سبيل اصلاح ذات البين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ياتي اقوام يوم القيامه على منابر من نور يغبطهم الانبياء والصديقين والشهداء. قالوا: من هؤلاء؟ أهم أنبياء؟ قالوا: لا. أهم صديقين؟ لا. أهم شهداء؟ لا. قال: من على أيديهم تقضى حوائج الناس. الحمد لله. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون جميعا منهم. يعني كل جايين حاضرين، شايفين، جايين في سبيل إصلاح ذات البين وتوفيق بين عشيرتين كريمة. وجيران واهل. يا أخوي ربي، يا أخوي فهد، وابشر أنت وجهتك الكريمة. إخوان، أول شيء الكرامة للجميع، لله عز وجل، لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. شايف فوات 10,000. والله إن فوتت تراها نطيب منك ومش قلال عليك، لكن أنا تعقيبا لأخونا هزيم اللي قدام الملأ يقول بيصير وما بيصير. والله من عمري 19 سنة وماشي بين الرجال وعلموني هالي شو اللي بيصير وشو اللي ما بيصير. أنا قصرت الحديث وبيني وبين نفسي قلت يغنيك عن الثوبين ثوب واحد ويكفيك عن طول المعاني قصارها. وكسرت الهرج وقلت انا جايكم على الصح والخطا، على اللي تقولوه وعلى اللي ما تقولوه. بعرف شو اللي بيصير علي وشو اللي ما بيصير علي. تعرف والله يا عمو، والله يا عمو، والهرجه لها الخير اللي استقبلنا ولا يهون السامعين. الله يعزك شيخ ابو اصيل، اذا انت شايفنا واخونا شايفني اني مش قد الحمل ومش قد القول، اهلي يعرفوا بي. انا ضيف عندك اليوم، اجاني اللي يرضيني من السلطيه على مسامع الجنه. اجاوبك اذا سمحت الله يكرمك. اجاوبك. انت قلت كلمه هسه، شايف، انا بلا مؤاخذه واعوذ بالله من كلمه انا، لما قلت لي انا عرس الجاه، وش قلت لك؟ وش قلت لك يا حليب؟ قلت لك انا ضيف عندكم، وش قلت لك؟ قدها وزياده. وش قلت لك؟ قلت لي يا مرحبا، صح ولا لا؟ قدها وزياده. لو انك من قدها استقبلك؟ لا والله ما تستقبلني. وياما والله العظيم، والله وانت تدري بيها، وبجاه تحليطيه صارت مجاكره في ناس والله العظيم يشيخوا حالهم. الشيوخ الصيني اللي شيخوا حالهم والله 3 مرات كانوا في عطوات رفضتهم. واني يقول يا شيخ ليش ترفضنا؟ قلت انك منت شيخ ومنت قد العطوات. انت بلا مؤاخذه اذا قعدت قلت تقعد جمل وتقوم ناقه. منت رجل. لكن لما حكى اخوي فهد قلت له وجهك عليه يا فهد، انتوا كل اللي معك ما ادري، اسالك بالله ادري من معك؟ لا والله ما تدري. ادري من معك؟ لا والله لكن كلها وجوه خير ووجوه طيبه وطول عمري يمشوا. شايف؟ والله انا اللي معهم حتى ما هم اللي معي. يا اخوي والله انه فهد جانا على دمه مشينا عليه يا سيدي، واحنا رحنا عليهم عدم عده مرات وجيناهم مرتين على يا اخوي، واحنا رحنا ما قصروا معنا عده مرات. شايف؟ ما قصرنا معهم وما قصروا معنا. هذه الحياه، يوم لك ويوم عليك، يوم لك ويوم عليك. اليوم عندي بكره عنده، بكره عنده ابو حمزه، بكره عنده اخونا ابو قيس. لا تفكر يعني احنا كلنا مسعانا للخير، ما واحد يدور يحط بجيبته. الحمد لله رب العالمين، والله شب علي، نحمد الله ونشكره. شايف؟ فيا اخوي انا بالبدايه قلت كلمه يمكن لاحظت علي، قلت لك لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف؟ هذول 10 فوات. الثانيه والله انها نقلال. الثانيه والله ان لله عز وجل. الثانيه اذا سمحت احنا قاعدين نسمع. يا اخوي القاضي بيقضي له هي عصفه سلف. الله يعزك. اسمع ابو فهد يا رجل يا رجل يا رجل معناته انت ما انتبهت الكلام. انت ما انتبهت الكلام. لا والله اني يا رجل انتبه لكلامي. والله اني حاول. يا رجل انا وش قلت في البدايه؟ وش قلت؟ استريح. وش قلت في البدايه؟ قلت لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف؟ ولو لله عز وجل كلنا لله احنا، وكلنا شايف الى فداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف؟
لكن هذه كرامات الناس للناس. الله يكرمك. والرجل فهم علي الله يجزاه خير. شايف يا سيدي، ويكون لسيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، شايف الله يسلمك، ولي عهده الامين، شايف ما بقيسهم اكثر من الله عز وجل ولا رسول الله، وهي 10 اخوات. زين؟ والله زين. اعرف خلفك ابو لطيف. بالتالي. لا بالله هسه. خلوه. اذكر الله اذكر. اتركوها راح. اذكر الله. اترك الشيخ راح. شايف؟ رضيت يا اخوي فهد؟ والله انا بشوفت الزنين الرابع. ها؟ بشوفت الزنين الرابع. الله يعزك. وانا قلت السلطيه ال50 قليل على حقهم. الله يعزك. لكن والله اني طمعان ان يكون لله ورسوله عليه الصلاه والسلام 20,000 من ب10. يا سيدي العزيز، يا سيدي العزيز، كنا لله، ارواحنا لله، وكنا مرجوعنا الى الله، وكنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف اللي لله ورسول الله ما يقدر بثمن، لكن هذه عوايد الطيبين يقول لك قدمت. وانت منهم. شايف يا سيدي العزيز، ويكون للجاه الكريمه 10. للجاه الكريمه ما قصر. صار 10 الجاه الكريمه. صفا 20. شايف؟ صفا 20. مبسوط؟ والله اني مبسوط بشوفته، لكن طمعان. طمعان. انا عارف مين مقابلني. ابو فهد. طمعان. ابو فهد. هلا. صلي عليه. اللهم صل. والله لو ما جيت والوجوه الطيبه اللي معك كلهم يعزوا عليك. والله كلهم عزين علي يا شيخ. الله يعزك. شايف والله ما نزقش. الله يعزك. لانه انت بالذات واخواني كلهم عارفين الحق وعارفين الاعتداء اللي صار وش حقه. قليل والله. ولما قلت انت بالبدايه قليل، هو فعلا قليل. ما طلب. شايف؟ لكن بالايام هذه بلا مؤاخذه والله الانسان ما يتربى غير بالمال، وخصوصا اذا كانوا عيال جبهان ما يقصوا غير المال. يعني يكثر خيركم الهزايمه، انا اقولها، اللي ما راحوا قدموا اشتكوا. هذا مش غريب عليك. شايف؟ ما اشتكوا. شوف وين؟ والله ما وصلوها للجهات الامنيه، للمغافر، وقفوها بالمخفر، حفظوها بالمخفر، وقفوها بالمخفر، ما طلعوها لا متصرف ولا مدعي عام. طب بالله عليك عايش يدلوا هذول؟ صح ولا لا؟ لما يكون ما وداها لا مدعي عام. مضبوط ولا لا؟ يشهد الله. والله لما شاورني ابو هزيم واني يقول شو رايك؟ قلت ثبتها. مش كثير عليهم والله. قلت من وجههم، واني يقول وجههم عمره حنيطه قلت وقف. انا والله خلها عند المركز. ان شاء الله انا عند حسن. شايف؟ قلت خلها عند المركز الامني قلم، قلت طلعها. واللي يقول مدعي عام قلت هسه احكي لك مع عبد الحليم عليمان. عبد الحليم لكن لا تطلعها، مو نقطة. خليها. صار ولا ما صار؟ نعم والله صار يا عم. شايف؟ ودخلها. بارك الله فيك. وفيك يا عم وفيك. تعلم ما قصر والله ما قصر، لكن وانا اخوك انتم بحر. شايف؟ والبحر مثل الطيب مد ماله حد. يا اخوي والله احنا طمعانين في شهداء البقيع. شايف؟ هذول ما ننساه. هذول ما لهم ثمن. هذول ما يدخل ثمن هذول. لكن لهم كرامه في هذا. احنا نتشفع. اجلس وانا اخوك. ان شاء الله حظك واحد. ان شاء الله حظك واحد. انا شحات. انا شحات. شهداء غزه وشهداء الصلب وشهداء المخابرات والجيش. بعد البقيع. اول شيء شهداء البقيع. انك رجل غانم ومعروف. الله يعزك. بالكرم والطيب. الله يعزك. ترى هذول معروفين كرم وطيب، كابر عن كابر. الله يبارك فيك. والله هات ميه، مسكونا ميه. الله اكبر. هاتوا ميه. جيبوا ميه هات. جيبوا ميه هذا. شهداء البقيع يا شيخ ابو اصيل. لهم رواحنا. لهم رواحنا هذول. واحد يجي يرمي الكاسات الفاضيه بسرعه. يلا عبد الله رمي الكاسات. رمي الكاسات الفاضيه. باش تكرم لهم، باش تجود لهم. وهذول فوق 10. الله يبينها. صفوا 10. بعديها ما كيف ثلثك وين؟ الله يجزاك خير. ثلثك دعيت كله بلدك ابو. ثلثك دعيت كله بلدك. ثلثك دعيت كله بلدك. اطلع حالي منها لا تخاف. صلي على النبي. ثلثك دعيت كله بلدك تطلب مو لحالك. هاي العقال على راسي. شايف؟ عقالك تاج على راسي. ابو حمزه ما عقالك تاج على راسي. ابو حمزه ما لا تفكر. شايف؟ وكلكم اخوان واحد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اخوان
اي امر بالبدايه وبالنهايه ارجعوه الى الله ولرسول الله. اي امر ارجعوه الى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف؟ لما ترجع الامر هذا الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ما تحقق حق الله. الله يجزيك. الله اكبر. الله يجزيك. حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حق. الله يجزيك. والله اني اطلع من بيتي اقول اللهم اجعل لي حكما يوازي حكمك لله عز وجل. شايف؟ انا بالنسبه لاخواننا وانا احكي انسان، ولاحظ اني احكي وما ارجع لحدا نهائيا. انا مستعد احط من جيبي. انا استكبر والله مستعد احط من جيبي. معروف. يا ما حطينا من جيبتنا والله حطينا من جيبتنا. الله اعلم قديش حطينا من جيبنا. ابوك عملها والله. شايف؟ ابوك عملها والله حطينا من جيبنا لما قلنا بس الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كيف؟ المعازيم كرامتهم من كرامتي. الله يرضى عليك. كرامتهم من كرامتي. روح الحج وانا الطاهرة. احكي روح الحج الطاهرة. وانا احكي بلسانهم، وتلاحظ اني ما ارجع لهم بالامر هذا كله. شايف؟ فالامر دائما يكون لله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كنا قبل فتره في ناس يطلع على مواقع التواصل الاجتماعي للاسف الشديد، للاسف على الفضائيات، وانا بحكيها بالعلن، وحكى لي اياها اخ قبل فتره وحكيناها، وطلع على اذاعه سرايا. انا بحكي وانا معبي لساني وبحكي عبث مباشر على اذاعه سرايا. لما اجى المذيع ساله وانه يقول له شيخ والله اذا سمحت دية المرأة شو هي؟ قال له دية المرأة 4 من الرجال. قال نعم. قال ديتها 4 من الرجال. غلظها القضاء العشائري الأردني. لا اله الا الله. يا اخوان صلوا على النبي. هذا تعدى على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن وعلى السنة. القضاء عشائري. ما بدي قضاء عشائري، بدي كتاب الله والسنة. أنا ما بدي قضاء عشائري، بدي كتاب الله وسنته. ماذا قال الله عز وجل؟ الله عز وجل قال بالقرآن الأنثى بالأنثى. لا 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 سيدي، لا سيدي، ربنا كمان في آية ثانية بالنسبة للقضاء إذا سمحت. بالنسبة للقضاء قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. آية رقم 192 سورة البقرة. كويس؟ أنت ما دام ربنا سبحانه وتعالى حد الأمر هذا قطع حده، أنا أجي أقول إنه الأنثى 4 رجال؟ لا ما بطلع. كيف أقول لك إذا ربنا الحكي هذا؟ ما بطلع. شايف؟ لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن دية النساء قال عليه الصلاة والسلام شايف؟ المرأة على النصف من الرجل في 4 أو 5. المرأة على النصف من الرجل في 5. قال وما هن؟ قال أول واحدة الشهادة. الله عز وجل ماذا قال بالقرآن؟ قال لم يكن رجلين فرجل وامرأتان. الثانية الدية، دية المرأة نصف دية الرجل. الثالثة العقيقة، يعق للغلام بشاتين ويعق للأمة بشاة واحدة. الرابعة للذكر مثله حظ الأنثيين بعد الممات وليس بالحياة. شايف؟ الخامسة اللي مرة حطيت عليها مفتاح اللغز. شايف؟ الخامسة شو هي الخامسة؟ الخامسة العتق. إذا كان عندك عبيد بدك تعتقهم وأنا عندي عبيد، بتقول لأخوي أبو أصيل بدي أعتق العبدين اللي عندي، العبد اللي عندي. أقول لك أنا ما بعتق العبد اللي عندي، بعتق مقابله أمتين. يعتق مقابل العبد بأمتين. فهذا الرجل يجي ويتقول على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله منه براء ورسول الله صلى الله عليه وسلم منه براء من الحديث هذا كله. فاحنا بدايتنا انا رجعت لكلمتك لما قلت لك ما دام انه الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم شايف ما ضل لنا شيء. والله ما ضل لنا شيء. والله يصح لسان. ما ضل لنا شيء ما دام في كتاب فاصل. شايف ما ضل لنا شيء. يا سيدي العزيز قديش صفر؟ صفنا على 10. اخوان صلى الله عليه وسلم. انا بدي اقول كلمه ارجو. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اخذ بالحياء
هو باطل. شايف قال عليه الصلاه والسلام اخذ الحياه فهو باطل. الكرامه لله عز وجل. شايف الله يكرمك وجوه الطيب. الله يكرمك. وللمرحومه بقبرها الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين يا رب العالمين. فاتحه زي ما تفضل فاتحه روحها على روح اموات المسلمين جميعا. الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. شايف اول شيء يا اخوي الطهر تتكفل انت عن الجماعه ما يصلوا جماعه الهزائم. نعم. طيب تكفلت وصلوا انا وياهم. هذا الحجه. ها انا وياهم سعيد. وياهم بعدين انا وياهم سعيد. ممنوع منعا باتا نساء. ممنوع يا سيدي العزيز. الملعوق ابو فهد. هذه شايف تكون اجتماع لله عز وجل. شايف 5000 صفا قديش؟ من 5 من 5 قديش صفا؟ 5 فهم 1050 كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 صلوات ب 50 صلاه وهذول 5 بدل 50. شايف صفا على 5000 واذا ما يقدروا يدفعونها على طاوله عندك. شايف سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذول كرامه يا اخويا لكم للظهر وللجماعه اللي جايين معاه. والله لو انت غير كل جاي انه ما ياخذ اي فداء. والله ما ياخذ اي فداء. والله انك من 50 ينزل 5 لله عز وجل ولوجوه الطيبه. نعم. شايف هذه يمكن نوادر ما تصير اللي عنده وجه طيب. والله الغانمين يفوتوا بعد وجبه من ذلك اللي بدكم شرواكوا. لا والله انه كل شيء قليل عليه. والله الخمسه وال50 والله نقلب. لكن والله طمعنا فيكم اكثر من ذلك. في ثلث للبلقاوي اللي هو الدعيجي واحنا كلنا نطلب بثلثك. كلنا نطلب بثلثك. هذا عرف وعاده. وان شاء الله انه ما يخالف السنه. اسالك سؤال لا والله خالف السنه. اسالك سؤال. يا هلا. ها مين ابدا ثلثي ولا بيت الله؟ جاوب. لا والله بيت الله. الخمسه هذول وين شيخ المسجد؟ حطهم بالمسجد عندك سمحت والله ما لقيت الله. يحرم على الهزايمه. يحرم على الهزايمه. ما ينكرش هذول البيت الله وليس لابو اصيل ولا للهزايمه. وانا مو على الهزايمه. ذكر الله والله وانا اخوك تودين على المسجد اللي تحد لي اياه يا اخوي. وترى اللي دفعوا الدعيج اللي دفعني اياه مو الهزيمه. مع انه هزيمه على راسي من فوق. والله هزيمه دوار كرامه. القول واضح. زين بس انا ما دفعتك. اخوك الخير قبل الخير. زين انا ما دفعتك اياه انت يا والله وانا اخوك الجماعه مدخلها الا هم انا اكرمتك ب 45. اكرمت لك ب 45 ودفعت ب5. شايف والله اذا سمحت يا ابو انا اكرمتك ب 45 الك انت الكرامه 45. حتى لو كثر علي كثر منك. لا اذا سمحت انا اكرمتك انت بال 45 لكن هم اللي اعطاونا دفعتوا ال5 لبيت الله. لبيت الله دفعتهم وليس ابو اصيل ولا الهزايم. شيخ ابو اصيل ولا يهون السامعين. ال 45 اذا كثر علي. من كثر عليك؟ من كثر منك. لا من كثر عليك. من كثر عليك. انا مدخل ال5 هبول على كل غانم جالس بهالبيت تراهم مترجيهن من السلطيه. الدعيجي كفه ووفه جاذب 45. انتوا يا السلطيه شو تجودوا بهال5؟ ظلنا هال5 جودوا بيهن. والله يا ابو فهد السلطيه ترى هذا تاريخ. اذا سمحت يا ابو فهد صلي عليه. قلت حديث بالبدايه للرسول صلى الله عليه وسلم. شايف ما اخذه بالحياه فهو باطل. شايف السلطيه انا وجههم وانا لسانهم. ونعم فيك الله يعزك. وانا منت بال45 اللي قلت عنه منت عنه. شايف وبدون ما ارجع ابو اصيل الله يمسيك بدون ما ارجع والله يا ابو اصيل الله يمسيك بالخير. احنا بالعرف والعاده بناخذ منك الثلث لانك انت قضيت فيها وانت رجل محترم وابن قبيله محترمه وهذا عادات الناس وانت من اهل العاده والعرف ولا تخرج عن العاده. احنا ودنا ثلثنا منك بالعرف بالعرف والعاده. والله الدعجه مودهم ابو اصيل الدعجه مودهم انت اول حاجه جاء كيف وانا قلت كل البلد تضرب ثلثك بكيفه. دخلوا على المجاري انطخوا لا تبجرهم. عندك صلي على النبي. صلي على النبي. ابو حمزه صلي على النبي. احنا قلنا بدايه حديثي
شايف قلنا شايف تقول يطخوا، والله ممكن لا سمح الله لو واحد يطخ يتفوت دمه، لكن لما واحد يجي ويطعن باعراض ميته الله يرحمه والله اقوى من الطخ يا اخوان. هذا اللي حكيناه بالبدايه والنهايه. اليوم في جاه شايف احنا ما نقول انه لا سمح الله يا ما رحنا على قضايا دم، وانت عارف يا اخوي ابو حمزه مشينا احنا وياه على قضايا دم، رحنا على خد دنيا مضبوط ولا لا؟ وتفوتت ولا ما تفوتت؟ فوتت ساعة صح ولا لا؟ ليش؟ والله رحنا على واحد ليش 14 تفوتت؟ واحد طلعت بصهرينهم ليش تفوتت؟ تكرمنا. ليش تفوتت؟ لانه ما فيها لا سمح الله مي مقصوده، وما فيها لا ذم ولا قدح ولا تحقير نهائيا. ما فيها. يعني اول امس صارت قضيه مالكه الجنوبيه يمكن الكل يعرف عنها. جاي فالرجل هذا اجى ودعس ناس، دعس بنت وولد. جاي وصارت الى اخره، وهيهم هسه العيال بالمستشفى والاهل يطاردوا، وهذول مسجون وهذا مسجون وهذا مسجون. جاي فتصير مشاكل لكن ما توصل للاعراض. الاعراض ما توصل لها يا اخوان. الاعراض يا اخوان شو دخلهم؟ المحسنات الغافلات يا رجل. يا رجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قدح في المحسنات الغافلات لا يشم من ريح الجنه. معناته انا اعيده على انه يقذف ويسوي، وانا اجيب لك جاهه وتنزل لك وتسوي لك وتجيب لك وتطلع. شايف؟ انا والله يا اخوي وفاء كرمت الاخوان الطيبين. شايف؟ ولكم اكثر من هيك، مو قليل عليكم لا تفكر يعني، مو كثير عليكم. شايف؟ والله مو كثير عليكم، لكن انا والله حابب اقرصهم بالماده حابب اني اقرصهم بصراحه. والله السلطيه اسمع ما تحت من وجوهنا يا رجل. لا يا شيخ لا قلت لك اذا سمحت لا تجيب ما تجيب وجهك اذا سمحت. احنا ما جبت وجهك. انا القرصه به لك، ولا قلت لك القرصه لك يا اخوي فهد، ولا جبت لك سيره قرصه. انا قلت لك الجماعه هذول عليهم 5000، انا فوتت الجاه 45000. 45000 فوت الجاه ومي كثيره عليكم والله، مي كثيره عليكم. وحكينا احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. شايف؟ خذ راحتك بس انا ودي استعلم، ودي بعد اذنك لحظه هسه ادير لك اياها ابو زيد. بيننا وبينك ابو زيد اخذ وعطاء. ابو زيد اذكر الله ثلثك يا الدعيج ودك اياه. بدنا ثلث والله انا عارف انه احنا بالعرف والعاده بدنا اياه ثلث، وعارف اني انا رحلتي اطلب ثلث الدعيج. خذ علي ابو وسيم، احنا ودنا ثلث بالعرف والعاده منه. طالبين 4-5 مرات والله ما بسامح نحن العرف اليوم بكره هو في وجه رجاله بسيط. ما ابدا عارفين عن الناس يا ابو اصيل. تسريحه عفا واصلح اجره على الله. والله تتريح بقبرها اذا بستفنا، هي بتنبسط ولما يروح الا الجامع برضه بتنبسط. رايحات لبيت الله، احنا مش ماخذين ولا تعريفه. انا خسران 1500 ليره ما رجعت فيهن، رايحات لبيت الله مش رايحات ربنا ثلث اهل البلقه واصل ان شاء الله. بارك الله فيك. والله بحطه من جيبتي. يلا هذا انا بالدمون اخوي ابو اصيل وعلى هزايد. الله يجزاك. هذا من عندنا. قلت لك احكي فيه عم ابو خليل انت منتع الثلث. بارك الله. انا والله 50,000 ما هي نعبره والله خل حكي والله ما يدي شعر براس يا خالد ولا براس لا جايين كرامه لا، بس احنا الموضوع عبره على المسبه. هذول خوات كلهم بعد اذن عم ابو اصيل عن روح امي عشان يتعلموا شو معنى لهم. عن روح امي فوات كلهم بعد اذنك كرامات. انت ما يطلعك فوت. قلت لك بعد اذنك ما يطلعك فوت. بعد اذنك قلت لك بعد اذنك يطلع لك فوت ولا يطلع لك تحت الكلمه. انا قلت لك ما يطلع لك، ما يطلع لك ولا بفوتها. اذا فوتن اعطيني اياها من جيبك. الله يبيض ادفع انت هسه من جيبك. والله بجيب هسه تدفع. لا اذا سمحت والله، اذا سمحت ما يطلع لك فوت نهائيا، ما يطلع لك كلام. مو لك الكلام. تفضل يا عم ابو اذا سمحت. تفضل. شايف الجماعه طلبوها 4 مرات مني. طبعا انه طبعا اذا سمحت سيدي ان شاء الله فوت، ان شاء الله فوت مليون يا ابو فارس. ان شاء الله افوت 100 وان شاء الله اجيب ال 50 واحط نفسي من جيب. تدفع شك احط شك وقتها من هذا، ما عندي مشكله فيه. لا تفكر، الحمد لله رب العالمين، كلنا احنا وياكم بخير. لكن يطلع لك ما يطلع لك يا ابو عزيز، هذا الكلام ما يطلع لك نهائيا.
ما يطلع لك الكلام هذا، ولا تقول الله يرحمها امك، ما تقول انا عند امي ولا تفوت، ولا ما يطلع لك الكلام هذا. نتعلم ولا يطلع نتعلم منكم عم ابو سيد. الله يجزاك خير ويبارك فيك. انت بديت بدايه طيبه، شايف، حكيت حكي في سبيل الاصلاح، الله يجزيك خير، لكن ما يطلع لك. احنا مثل الناس. انت بخير وبركه، واحنا بنقول بندفع من جيبنا يا ابو بصير الله يسلمك. اذا قانون عشائري، الله يمسيك بالخير يا بصير الله يمسيك بالخير. احنا الحديث موجه لك بشكل مباشر، ودنا الثلثه، استريح سيدي واعطينا ثلثنا. الله يمسيك بالخير. الحديث موجه لك بشكل مباشر، انت القاضي وانت اللي تفرض وتضرب. واللي جاي الله يمسيك بالخير يا ابو حميد. يا شيخ بصير، احنا الحديث بشكل مباشر، احنا ودنا ثلث القاضي. هذا امان. وافقنا وياك عليه. سعيد. ها؟ اي والله وافقنا وياك عليه. نعم بس ما عندنا رقم، من هنا على رقم، صلينا وجوهنا على بعض. قلنا على 50. نعم بدايه انا وياك قلنا على 50. وال 50 يتوقع بيهم قنبيلات، وكنا مختلفين على الكفيل اللي هو كان ابو محمد نبيل. نعم. وقلت لك غير ابو محمد لانه مشكله عليه بالقضيه. صار ولا ما صار؟ نعم. ها؟ صحيح. قلت ابشر. لك قنبيلاتك يتوقع. صار؟ صحيح. هذول القنبيلات. والقنبيلات هذول 5. شايف؟ ال5 هذول ال10 بقديش يا اخوان؟ 50,000 صح؟ نعم. عشان بكره ما تقول الدعيجي ما حط الثلث. نعم منك. ولا حط ثلث البلده. شايف؟ يا اخوان اشهدوا. اول شيء اخونا فهد صك صلح عشائري. شايف؟ والصك الصلح هذا كفيل عليه اخونا فهد واخونا ابو حمزه والاخوان ابو قيس والاخوان كلهم كفيلين عليه. لهم ما يعتدوا عليكم بالمره ابدا، ولا يجوا محلكم، ومن يجوا محلكم ولا قربوا على يا نبيل. طب محمد تجي بس والله يا ابو محمد صلوا عليه. هذول اول شيء سايبه مضبوط، العطاونا سايبه اقرب الك من الحنيطيه ومن العجارمه، شايف، ومن الاخوان كلهم، مضبوط ولا لا؟ الجماعه حطوا وجوههم عليه. لكن لا تواخذني بالكلمه وانت على راسي من فوق. انت عرف تقطيع الوجه بالقضاء العشائري امر عظيم جدا، ولما الجماعه هذول يحطوا وجوههم عليها عارفين وش تقطيع. ابدا عارفين يا محمد وش تقطيع. تسكير المحل اهون علي من القعده. كويس؟ اهون علي. العوض بغض النظر. فالجماعه انا بدي اقول لك، بدي اوصل لك كلمه جوهريه، بدي اقول لك الجماعه لما حطوا وجوههم عليها، شايف، انا ما اطلع ولا احكي معك، ان شاء الله ما تصير. اقول له انت قعدت جلست وصار 1 2 3 4، شايف، ومن عندك الجماعه هريم اجوا على محل الهزايمه واعتدوا عليه. يا هزايمه اذا وصلت واحد منهم ولا 10 لو واحد يحكي معهم خليهم يجوا ويكسروا كل المحل قدام. هذا 100%. خليهم يكسروا المحل كله، يكسروا المحل كله، شايف؟ شوكه لا تضربهم ما ادري ايش. ثبت الشهود وتحكي معهم ان شاء الله. لكن اللي ما يحسب الربع ما يحسب الخساره. فهمت علي؟ واللي له ركبه ما يعمل الا ابدا. شايف؟ وهذول عيال، شايف شورهم من رؤوسهم مو من غير. شايف؟ فيا سيدي العزيز هذول الجماعه حطوا وجوههم عليها، شايف؟ واحنا بالبدايه ضربنا 50,000، والله اخونا فهد الله يجزيه خير هو جاء الطيبه ظلوا معنا لما نقول اول شيء لله عز وجل. اخويا ابو فهد والاخوان الكريمين، شايف هذول ال 50,000 اللهم امين. ان شاء الله تستريح قبل. اللهم امين. اسال الله يكون بميزان حسنات. شكرا لك. الله يجود عليك، وبالله عليكم يا اخوان
اجر وثواب سوره الفاتحه. الروح امنا ام هزيمه الله يرحمها، وعن جميع اموات المسلمين. سخانات القهوه من نصب شباب. الله يجود عليكم ويوسع عليكم ويغلب عليكم. كفيتوا ووفيتوا. لا والله لا والله انا بعيد. لا والله لا والله لا والله لو شربت قبل مشربك ولا من عندك. اسمع حطها في الجال هذا، حطها في الجال، حطها في الجال، حطها. وين ريان؟ يا ريان صف الجال. نعم عش والله مشروب قبلك. لا والله اليمين عبد الله. لا والله لا والله فنجان مع عيوتكم من عندكم فنجان كرم. الله يسلمك. موقف الشر يا جماعه. محمد ساكن ماحر، هذا معي بلا من وقايم. محمد ابو هزيم الاشقر هذا معي بلا من وقايم سيدي سواقه. والله احنا اسسنا سيدي سواقه. جماعه الله يمسيكم بالخير. اول شيء احنا نشكر هذا البيت الطيب نيابه عن الجامع كبير الجامع الشيخ عمر وان شاء الله هذا الحديث كله ان شاء الله يزيد الحسنات وكل من حضر ان شاء الله ربنا يجزي. حضور الجماعه اول حاجه في نسب، في شراكه، في شغل بينهم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجيبه في البيت، وربنا ان شاء الله ان يخليهم اهل واحباب طول عمرهم. جزيل الشكر لك يا اخوي ابو اصيل والجماعه هذولا والله عارفينهم مستوطنين ما هم لحاسين مدام. يشهد الله دورين كرام وان شاء الله كرامتهم لاهل الكرام وان شاء الله كرامتهم مسلم واحنا ان شاء الله الا خير في الجيران هم وجميع ان شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. ما عليكم زود يا عم، ما عليكم والله زود. ما انتم مدورين مصاري. والله انتم هلا يا عم. والله ما انتم مدورين مصاري. والله ما مدورين مال. كرامات بس. لكم كرامه يا عمي. الله يعزك يا عم وجود عليك. انتم مدورين مصاري. وانتم في الساحل. الله يكرمك يا هذا الطاوله من الطاوله. الله يرفعك. الطاوله فاضيه. كم اللي فاضي؟ والله والنعم. انك يا عمي. الله يرزقك. وين ما قعدت دائما ماخذ كنت مجنون عند البيت واحد والسؤال. حمزه قبضه وليس عطله. كبر زمان ما شفنا بشاري وهيك تعرفنا على العزايم. هذا معي كمان الدكتور علي العزايم. هذا معي شيء سواء 10 جماعة طيبين عشيرة محترمة. والله انا عملت حاجه 1-9 1 والله غير هيك ما بنرضى على الصف، وغير هيك برضه ما بنرضى على حرير البلقه. الله يعزك. والله انكم ما كملت اللي كمل. خير من اخترت وخير من مثل. الله يبيض خاطرك. ابو سند الله يسعد مساك، دائما منورنا كل ما نشوفك نتفائل بيك نقول لك مثلا الله يحييك الله يحييك الله يحييك. الله يسلمك الله يسلمك.
لما عصبت طيب درجة الضحك يا عمو ابو سند الله يقول صارت مشاكلات وصارت بيننا وبينهم الله يهديك دفتر شكاية. المهم عصبني واحد بعد دفتر شكاية وفيت وياه عصبني شديت على حالي تكاونا بالحديد طلع صوت حسيت بصار شيء نعم حسيت انه صار شيء لما حسيت انه صار شيء كان يوم رحت على بعد ما روحت كان يوم الصبح رحت على المركز الطبي لا نعم ومع الجماعه كمان لما سرقت لا ما رحت لا رحت على مستشفى على يحيى اخويا يا ما تعصيبه يا والله المهم على الملكة عالية على الملكة عالية الملكة عالية السلام عليكم الدكتور يا روح ما يتغير كويس يا ريت صار شكل الافعال تفوت على اماكن غير بسيطه لو معاها لا لو تتسبب ترجع الامعاء الثانيه الامعاء الثانيه تسببها يصير يقصوا عم محمد لما قال يصير يقصوا قلت دكتور لا قلت وين المصلخ؟ وين المصلخ؟ يعني وين يا محمد يفتح الصوت نامها الصوت الساعة 12 وبكره اسوي لك عملية سويتها؟ اجا رابع يوم خامس يوم يقول شيخ بسيط صار فندق والله الحبايب صار فندق بالله عليك شيخ بسيط والله مصر والله موجود كل خير كل خير كل خير كل خير كل خير السلام هي مليان هي مليان هي مليان يا اخوان هاي نتطفي يلا